الله أعلم حيث سنى ولاها، أمر العباد بحبها ورضاها. الله أعلم حيث سنى ولاها، أمر العباد بحبها ورضاها. هم عترة الهادي الآمين، هم منهج الحق المبين. هم عترة الهادي الآمين، هم منهج الحق المبين. أمر العباد بحبها ورضاها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بقي مطلب يتعلق بالصوم يوم عاشوراء، ولأنه مطلب مفيد أذكره لكم، وهو أن القوم بالإضافة إلى الأحاديث التي وضعوها في صوم يوم عاشوراء شكرا، لم يكتفوا بهذه الأحاديث، وإنما ذكروا أن حيوانا من الحيوانات وطيرا من الطيور، هذا أول حيوان أو أول طير صام في يوم عاشوراء. ووضعوا في هذا أيضا حديثا: وكم للقوم من نظائر لهذه القضية، فهم يضعون مناقب وفضائل على لسان بعض الحيوانات لأشخاص، أو على أحوال بعض الحيوانات لأشخاص، وربما يضعون أحاديث في القدح والطعن لبعض الأشخاص على لسان بعض الحيوانات، وهذا موجود كثير عندنا. من جملة ذلك موردنا هذا. يقول الدميري صاحب كتاب حياة الحيوان: حدثنا فلان عن فلان عن الصحابي فلان، يروي بالسند أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رآني وعلى يدي صرد، اسم طائر، فقال: هذا أول طير صام. ويروي أيضا عن الحافظ أبي موسى المديني أنه أول طير صام يوم عاشوراء الصرد. ثم ينقل الدميري عن الحاكم النيسابوري صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين، يقول: قال الحاكم: هو من الأحاديث التي وضعها قتلة الحسين رضي الله عنه.
وهو حديث باطل ورواته مجهولون. هذا في كتاب حياة الحيوان في حرف الصاد في صرد. وطلب مني بعض الإخوة ما أشرت إليه أو توضيح ما ذكرته بالنسبة إلى كتابة معاوية للوحي، فلو بقي مجال في هذه الليلة تعرضت لهذا المطلب باختصار إن شاء الله تعالى. نعود إلى بحثنا. لقد مات معاوية بعد أن قضى على الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه وعلى جماعة من الرجالات، وأكره الناس على البيعة ليزيد بشتى الأساليب. أكره أهل الشام وأهل الحجاز. وقد نص الذهبي في تاريخ الإسلام على أن معاوية أكره الناس على بيعة يزيد. وظل الإمام عليه السلام وحتى أن معاوية لما أمر بأن ينادى في الناس بالصلاة وبالاجتماع في المسجد بالمدينة المنورة والإمام وغيره حاضرون، فخطب وقال ما ملخصه أن الناس يزعمون أن الحسين وفلانا وفلانا لم يبايعوه، ثم قال هؤلاء قد دعوتهم إلى البيعة فأجابوا، كذب عليهم على المنبر. وهؤلاء قد دعوتهم إلى البيعة فأجابوا سامعين مطيعين. فضرب أهل الشام الذين كانوا معه بأيديهم إلى سيوفهم فسلوها، ثم قالوا لمعاوية ائذن لنا أن نضرب أعناقهم، فإنا لا نرضى أن يبايعوا سرا. فقال معاوية إنهم قد بايعوا وسلموا، فلا تسرعوا إلى الفتنة. وهذه مؤامرة بينه وبين أصحابه الشاميين الذين أتى بهم معه بأن يقولوا كذا ويجيبهم كذا حتى تكون القضية مفروغا منها. مع كل هذا لما سئل الإمام عليه السلام بعد هذا المجلس وبعد هذه الخطبة من معاوية قال لا والله ما بايعنا، ولكن معاوية خادعنا وكادنا. لا والله ما بايعنا ولكن معاوية خادعنا وكادنا. هذا موجود في المصادر، بإمكانكم مراجعة الإمام والسياسة، كتاب الفتوح لابن الأعثم وغير هذه الكتاب. ومات معاوية وكان الوالي على المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان. يقول الذهبي
وكان معاوية يولي على المدينة مرة مروان ومرة الوليد بن عتبة. لكنه كما قلنا من قبل عزل قبيل موته مروان وولى الوليد. أما مروان فقد عرفنا باختصار موقفه من الإمام الحسين عليه السلام، وكتب يزيد إلى الوليد بأخذ البيعة من أهل المدينة له، وخاصة من الإمام عليه السلام وجماعة ذكرهم كعبد الله بن الزبير. وسيأتي الكلام على نص الكتاب الذي أرسله يزيد إلى الوليد. لكن الشيء الملاحظ الذي يجب التنبه إليه وفهمه بدقة أن الوليد لم يستعمل الشدة مع الإمام عليه السلام، فضلا عن أن يقدم على قتله، وإنما بعث إليه وأخبره بوفاة معاوية ودعاه إلى البيعة ليزيد. فأجاب الإمام عليه السلام قائلا: نصبح وننظر. يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء أن الوليد لم يشدد على الإمام عليه السلام، بل في كتاب البداية والنهاية لابن كثير أنه قال للإمام عليه السلام: انصرف على اسم الله، انصرف على اسم الله. وبالنسبة إلى نص الكتاب الذي أرسله يزيد إلى الوليد، فقد اختلفت روايات المؤرخين لنص الكتاب، فمنهم من روى أنه أمره بقتل الإمام عليه السلام إن لم يبايع، ومنهم من روى أنه أمره بأخذ البيعة منه فقط، ومنهم من لم يروي إلا أنه أمره بالرفق مع الإمام عليه السلام. هذا موجز ما يتعلق بنص كتاب يزيد إلى الوليد، وسيأتي تفصيله، حيث رأينا الأقوال مختلفة في نص الكتاب. أما بالنسبة إلى كتابه أي كتاب يزيد إلى ابن زياد بالكوفة، فلم يتردد أحد في أنه قد أمره بقتل الإمام عليه السلام، وليس هناك طلب للبيعة أصلا. فما الفرق بالنسبة إلى الكتاب الذي أرسله إلى الوليد؟ يوجد هذا الاختلاف وهذا التردد وهذا الشك في المتن ونص الكتاب.
أما بالنسبة إلى الكتاب الذي أرسله إلى ابن زياد بالكوفة لا ريب ولا شك في أنه أمر بالقتل، وأمر بإرسال رأس الإمام عليه السلام إلى الشام مع العيال والأطفال. فما الفرق؟ لتكن هذه النقاط على بالكم، لأننا نريد أن نستنتج من هذه الاختلافات وهذه المفارقات قضايا. يقول الشيخ المفيد رحمه الله في الإرشاد، يقول: فقال له مروان، أي قال للوليد مروان بن الحكم: عصيتني، لأنه أمره بقتل الإمام عليه السلام في المجلس في الليل في نفس الوقت. قال له: عصيتني، لا والله لا يمكنك مثلها من نفسه أبدا، أي لا يمكنك السيطرة على الحسين عليه السلام بعد هذه الجلسة. فأجابه الوليد: ويح غيرك يا مروان، إنك اخترت لي التي فيها هلاك ديني ودنياي، والله ما أحب أن لي ما طلعت عليه الشمس وغربت عنه من مال الدنيا وملكها، وأني قتلت حسينا. أتصدقون هذا الكلام؟ فتأمل، هكذا يحلف: والله ما أحبه أن لي ما طلعت عليه الشمس وغربت عنه من مال الدنيا وملكها، وأني قتلت حسينا. سبحان الله، أقتل حسينا إن قال لا أبايع؟ والله إني لأظن أن امرأ يحاسب بدم الحسين خفيف الميزان عند الله يوم القيامة. فقال له مروان: فإذا كان هذا رأيك فقد أصبت فيما صنعت. يقول هذا وهو غير الحامد له على رأيه. قال الشيخ المفيد: فقام الحسين في منزله تلك الليلة، وهي ليلة السبت ل3 بقين من رجب سنة 60 من الهجرة. واشتغل الوليد بن عتبة بمراسلة ابن الزبير في البيعة ليزيد وامتناعه عليهم. وخرج ابن الزبير من ليلته عن المدينة متوجها إلى مكة. لاحظوا بدقة: فلما أصبح الوليد سرح رجالا في طلب عبد الله بن الزبير، فبعث راكبا من موالي بني أمية في 80 راكبا، فطلبوه فلم يدركوه فرجعوا. فلما كان آخر نهار السبت بعث الرجال إلى الحسين ليحضر فيبايع الوليد ليزيد بن معاوية، فقال لهم الحسين: اصبحوا ثم ترون ونرى. فكفوا تلك الليلة عنه ولم يلحوا عليه، أي على الحسين عليه السلام. فخرج عليه السلام في تلك الليلة، وهي ليلة الأحد، ليومين بقي من رجب متوجها إلى مكة. قال
الشيخ المفيد: وأرسل الوليد إلى منزل الحسين لينظر أخرج من المدينة أم لا. لينظر أخرج من المدينة أم لا، وكأنه كان ينتظر خروج الإمام من المدينة. أخرج من المدينة أم لا، فلم يصبه في منزله، فقال أي الوليد: الحمد لله الذي خرج ولم يبتلني بدمه. هذا. وقد جاء في رواية للبلاذري أنه قال الوليد للإمام في كلام بينهما، قال الوليد للإمام: لو علمت، لاحظوا بدقة، لو علمت ما يكون بعدنا لأحببتنا كما أبغضتنا. أي ستواجه صعوبات بعدنا، أي ستقع أمور لا على أيدينا، حينئذ ستحبنا ذلك الوقت كما أبغضتنا الآن. لو علمت ما يكون بعدنا لأحببتنا كما أبغضتنا الآن. ولم يرد في الأخبار أنه بعث رجالا خلف الإمام عليه السلام في الطريق لإرجاعه كما فعل بالنسبة إلى عبد الله بن الزبير، مع فرق أن الإمام عليه السلام توجه إلى مكة على الطريق العام، أما ابن الزبير فخرج من المدينة إلى مكة لا على الطريق العام. فهذا موقف والي المدينة من الإمام عليه السلام. والذي نراه أن الوليد كان مأمورا بهذا المقدار فقط، والذي فعله الوليد هو الذي كان مأمورا بفعله. ومما يشهد بذلك أمور، لاحظوا بدقة هذه القضايا. الأمر الأول كما أشرت من قبل، إنه لما خرج ابن الزبير وجه الوليد في إثره حبيب بن ذكوان في 30 فارسا وقيل في 80، فلم يقعوا لعبد الله بن الزبير على أثر، وشغلوا يومهم ذلك كله بطلب ابن الزبير، أي يبحثونه في الصحراء والبادية ليعثروا على أثر لعبد الله بن الزبير. وأما الإمام فلما علم الوليد بخروجه قال الحمد لله. وما الفرق؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه لو كان الوليد مأمورا بقتل الإمام عليه السلام لما قال له لما أبى الإمام عن البيعة انصرف على اسم الله، كما في نقل ابن كثير. النقطة الثالثة إن الكلام الذي دار بين الوليد وبين مروان يدل دلالة واضحة على كون مروان هو المصر على القتل إن لم يبايع الإمام، وإلا لو كان الأمر من يزيد لنسبوا الأمر إلى يزيد، لما كان الإصرار من مروان وهو ليس الوالي على المدينة حينئذ. النقطة الرابعة إنه لم نجد أي عقوبة للوليد من يزيد،
فلو كان يزيد قد أمر الوليد بقتل الإمام لعاقبه، ولا أقل من أن لا يوليه شيئا من المناصب بعد ذلك، والحال أنه قد ولاه يزيد المدينة مرتين، وأقام الوليد من قبل يزيد موسم الحج غير مرة، آخرها سنة 62 أي بعد واقعة الطف. كان ممثلا ليزيد في موسم الحج، أي كان أميرا للحاج من قبل يزيد. فلو كان مقصرا وغير منفذ لأمر يزيد في قتل الإمام إن لم يبايع لأقصاه عن هذه المناصب في الأقل. النقطة الخامسة: إن الوليد، هذا الوليد الذي لم يقتل الإمام عليه السلام والذي قال عند خروجه عن المدينة الحمد لله، هذا الشخص هو الذي صلى على جنازة معاوية بن يزيد. إذن يدل على مقام وعظمة ورفعة بين بني أمية وجلالة. فمع وجود هذه الكثرة من هذه القبيلة ورجالاتها صلى الوليد على جنازة معاوية بن يزيد. النقطة السادسة: إنهم أي بني أمية أرادوا الوليد على الخلافة بعد معاوية بن يزيد، أرادوا أن يجعلوه خليفة وأرادوا أن يبايعوه على الخلافة فأبى. النقطة السابعة: إن الوليد كان حاضرا عندما جيء برأس الإمام عليه السلام إلى الحجاز فيما يروون، فقال الوليد: يوم بيوم بدر، يوم بيوم بدر، فلو كان يحب أهل البيت ويكره قتل الإمام لما قال هذا الكلام الدال على الكفر والإلحاد وعلى شدة البغض والعناد. والحاصل إنه وإن عزل الوليد عن المدينة بعد حين، وحتى قيل في بعض الكتب أنه إنما عزل لتفريطه، ولكن جميع هذه القرائن التي ذكرتها تدل على أنه لم يكن منه تفريط في حق الإمام عليه السلام، اللهم إلا يكون تفريطه في حق عبد الله بن الزبير ممكن، لأن يزيد كان مأمورا بقتل عبد الله بن الزبير والقضاء عليه إربا. هذه كانت وصية معاوية بالنسبة إلى عبد الله بن الزبير. وخرج الإمام عليه السلام من المدينة إلى مكة. يقول الشيخ المفيد: فسار عليه السلام متوجها إلى مكة وهو يقرأ، فخرج منها خائفا يترقب، قال: ربي نجني من القوم الظالمين. ولزم الطريق الأعظم أي الطريق العام الذي يمشي عليه سائر الناس، بخلاف ابن الزبير الذي كتبوا أنه خرج عن الطريق العام ودخل مكة عن طريق غير معروف، وما أراد أن يعرف مسيره لئلا يعقب. فقال له أهل بيته: لو تنكبت عن الطريق كما فعل ابن الزبير كي لا يلحقك الطلب
فقال لا والله لا أفارقه حتى يقضي الله ما هو قاض. ولما دخل الحسين عليه السلام مكة كان دخوله إياها يوم الجمعة ل3 مضين من شعبان، دخلها وهو يقرأ: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ثم نزلها. في بعض الروايات أنه نزل في بيت العباس في دار العباس عمه، وهذا ليس بمهم. وأقبل أهلها يختلفون إليه، ومن كان بها من المعتمرين وأهل الآفاق، وابن الزبير بها أي بمكة قد لزم جانب البيت وهو قائم يصلي عندها ويطوف، ويأتي الحسين في من يأتيه، أي كان عبد الله بن الزبير يزور الإمام عليه السلام أحيانا، فيأتيه اليومين المتواليين ويأتيه بين كل يومين مرة، وهو أي الإمام عليه السلام أثقل خلق الله على ابن الزبير. سنقرأ أن ابن الزبير ما كان يحب بقاء الإمام في مكة، وكان يحرض على خروج الإمام، وكان ينتظر ذلك بفارغ الصبر، لأنه قد عرف أن أهل الحجاز لا يبايعونه ما دام الحسين في البلد، وأن الحسين أطوع في الناس منه وأجل. هذا. وقد كان الوالي على مكة عمرو بن سعيد الأشدق. لاحظوا موقف هذا الوالي هذه المرة من الإمام عليه السلام. لما وصل الإمام عليه السلام إلى مكة جاء كتاب من يزيد إلى عبد الله بن العباس يقول فيه: أما بعد، فإن ابن عمك حسينا وعدو الله ابن الزبير التويا ببيعتي ولحقا بمكة مرصدين للفتنة معرضين أنفسهما للهلكة. فأما ابن الزبير فإنه صريع الفنا وقتيل السيف غدا، أي يقتل لا محالة. وأما الحسين فقد أحببت الإعذار إليكم أهل البيت. لاحظوا اختلاف التعبير. وأما الحسين فقد أحببت الإعذار إليكم أهل البيت مما كان منه، وقد بلغني أن رجالا من شيعته من أهل العراق يكاتبونه ويكاتبهم ويمنونه الخلافة ويمنيهم الإمرة، وقد تعلمون ما بيني وبينكم من الوصلة وعظيم الحرمة ونتائج الأرحام، وقد قطع ذلك الحسين وبته، وأنت زعيم أهل بيتك وسيد بلادك، فألقه فاردده عن السعي في الفتنة، فإن قبل منك وأناب فله عندي الأمان والكرامة الواسعة، وأجري عليه ما كان أبي يجريه. هذه رسالة يزيد إلى عبد الله بن العباس. لاحظوا جواب ابن عباس: أما بعد، فقد ورد كتابك تذكر فيه لحاق الحسين وابن الزبير بمكة، فأما ابن الزبير فرجل منقطع عنا برأيه وهواه، يكاتمنا مع ذلك أضغانا يسره في صدره، يوري علينا وري الزناد، أو
لا فك الله أسيرها، فرأ في أمره ما أنت راء، أي لا يخصنا أمر ابن الزبير. وأما الحسين فإنه لما نزل مكة وترك حرم جده ومنازل آبائه سألته عن مقدمه، فأخبرني أن عمالك بالمدينة أساءوا إليه وعجلوا عليه بالكلام الفاحش، فأقبل إلى حرم الله مستجيرا به، وسألقاه فيما أشرت إليه، ولن أدع النصيحة فيما يجمع الله به الكلمة ويطفئ به النائرة ويخمد به الفتنة ويحقن به دماء الأمة، فاتق الله. يقول ابن عباس ليزيد: فاتق الله في السر والعلانية، ولا تبيتن ليلة وأنت تريد لمسلم غائلة، ولا ترصده بمظلمة، ولا تحفر له مهراتا أي حفيرة، فكم من حافر لغيره حفرا وقع فيه، وكم من مؤمل أملا لم يؤت أمله. وخذ بحظك من تلاوة القرآن ونشر السنة، وعليك بالصيام والقيام، لا تشغلك عنهما ملاهي الدنيا وأباطيلها، فإن كل ما اشتغلت به عن الله يضر ويفنى، وكل ما اشتغلت به من أسباب الآخرة ينفع ويبقى، والسلام. هذا في تاريخ ابن عساكر. وكان الأشدق الوالي على المدينة في ذلك الوقت على مكة، وكان الوالي على مكة عمرو بن سعيد الأشدق جبارا من جبابرة بني أمية، فصعد المنبر وتعرض لابن الزبير في كلام له شديد، وقال فيما قال: فوالله لنغزونه، ثم لئن دخل الكعبة لنحرقنها عليه، على رغم أنف من أنف أو من رغم، على رغم أنف من رغم. هذا موجود في تاريخ الإسلام للذهبي. فوالله لنغزونه، ثم لئن دخل الكعبة لنحرقنها أي الكعبة عليه، على رغم أنف من رغم، أي على رغم أنف المسلمين جميعا، لأنهم كلهم يتأذون من هذا العمل. هذا موقف الأشدق من عبد الله بن الزبير. وقد فعلوا بعبد الله بن الزبير وطبقوا ووقع ما هدد به هذا الرجل ابن الزبير، وكل ذلك معلوم في التاريخ. أما بالنسبة إلى الإمام عليه السلام فما كان موقفه؟ موقف الأشدق من الإمام عليه السلام أنه جاءه وقال له: ما أقدمك؟ قال: عائذا بالله وبهذا البيت، لا أكثر ولا أقل. لم أجد شيئا أكثر من هذا من الأشدق بالنسبة للإمام عليه السلام. فما الفرق وما الاختلاف بين موقف الوالي من عبد الله بن الزبير ومن الإمام عليه السلام؟ وكلاهما مطالبان بالبيعة.
يقول الشيخ المفيد: ما حاصله أن في هذه الظروف بالذات جاءت الكتب من الكوفة تتوالى على مكة، والرسل أيضا يطالبونه بالإسراع في القدوم إلى العراق. يقول: وبلغ أهل الكوفة هلاك معاوية فأرجفوا بيزيد، وعرفوا خبر الحسين عليه السلام وامتناعه من بيعته، وما كان من ابن الزبير في ذلك وخروجهما إلى مكة، فاجتمعت الشيعة بالكوفة في منزل سليمان بن سرد. وهذه بداية قضايا نريد أن نحقق فيها وندقق النظر. فذكروا هلاك معاوية فحمدوا الله عليه، فقال سليمان: إن معاوية قد هلك، وإن حسينا قد تقبض على القوم ببيعته، أي امتنع من أن يبايع يزيد، وقد خرج إلى مكة، وأنتم شيعته وشيعة أبيه، أي يقول للحاضرين سليمان بن سرد: فإن كنتم، لاحظوا العبارة بدقة، فإن كنتم تعلمون أنكم ناصروه ومجاهدو عدوه فأعلموه، وإن خفتم الفشل والوهن فلا تغروا الرجل في نفسه. قالوا: لا، بل نقاتل عدوه ونقتل أنفسنا دونه. قال: فكتبوا: بسم الله الرحمن الرحيم، للحسين بن علي عليهما السلام من سليمان بن سرد، سجلوا هذه الأسماء، والمسيب بن نجبة، ورفاع بن شداد، وحبيب بن مظاهر. 4 أسامي في هذا الكتاب. وشيعته من المؤمنين والمسلمين من أهل الكوفة. الأسماء فقط 4. سلام عليك، فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فالحمد لله الذي قسم عدوك الجبار العنيد الذي انتزع على هذه الأمة فابتزها أمرها وغصبها فيئها وتأمر عليها بغير رضا منها، ثم قتل خيارها واستبقى شرارها وجعل مال الله دولة بين جبابرتها وأغنيائها، فبعدا له كما بعدت ثمود. تقصدون معاوية. إنه ليس علينا إمام فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحق. والنعمان بن بشير هو الوالي على المدينة على الكوفة، وسنتكلم حوله. والنعمان بن بشير في قصر الإمارة لسنا نجمع معه في جمعة ولا نخرج معه إلى عيد، ولو قد بلغنا أنك أقبلت إلينا أخرجناه حتى نلحقه بالشام إن شاء الله. هذا كتابهم وهذه أسماؤهم. ثم الرسل الذين حملوا الكتاب إلى مكة، يقول الشيخ: ثم سرحوا الكتاب مع عبد الله بن مسمع الهمداني وعبد الله بن وال، وأمروهما بالنجاء أي السرعة،
فخرج مسرعين حتى قدم على الحسين عليه السلام بمكة ل10 مضين من شهر رمضان. يقول الشيخ: ولبث أهل الكوفة يومين بعد تسريحهم بالكتاب، وأنفذوا قيس ابن مسهر الصيداوي وعبد الرحمن ابن عبد الله الأرحبي وعمار ابن عبد السلولي إلى الحسين عليه السلام، ومعهم نحو من 150 صحيفة من الرجل والاثنين والأربعة، لكن أسامي ماكو. فذولا كانوا 2، فذولا 3، صاروا 5 الرسل إلى مكة. ثم لبثوا يومين آخرين وسرحوا إليه هاني ابن هاني السبيعي وسعيد ابن عبد الله الحنفي، فصاروا 7، وكتبوا إليه: بسم الله الرحمن الرحيم للحسين بن علي من شيعته من المؤمنين والمسلمين، أما بعد فحي هلا، أي استعجل، فإن الناس ينتظرونك لا رأي لهم غيرك، فالعجل العجل ثم العجل العجل والسلام. هذا كتاب هؤلاء 4 الذين عرفناهم. كتاب آخر: وكتب شبث بن ربعي، سجلوا هذه الأسماء، وحجار بن أبجر، ويزيد بن الحارث بن رويم، وعروة بن قيس أو عذرة بن قيس. الاختلافات في الأسماء ربما تكون كثيرة. هذه الاختلافات قد تكون تصحيفات عن سهو واشتباه في النسخ، وقد يكون تعمد للتعتيم على القضايا، وعندي شواهد على هذا المطلب. إذن شبث بن ربعي وحجار بن أبجر ويزيد بن الحارث وعزرة بن قيس، الصحيح عزرة، وعمرو بن الحجاج الزبيدي أو الزبيدي، الضبط الأسماء أيضا أنا الآن ما متأكد منها كثير، زبيدي أو زبيدي، ومحمد بن عمرو التيمي، هؤلاء أيضا كتبوا كتابا. أما بعد، فقد اخضر الجناب وأينعت الثمار، فإذا شئت فأقدم على جند لك مجند والسلام. هذا كتاب آخر وهذه أسماء. وتلاقت الرسل كلها عنده، أي عند الإمام، فقرأ الكتب وسأل الرسل عن الناس، ثم كتب مع هاني ابن هاني وسعيد بن عبد الله، وكان آخر الرسل: بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن علي إلى الملأ من المسلمين والمؤمنين، أما بعد فإن هانئا وسعيدا قدم علي بكتبكم، وكان آخر من قدم علي من رسلكم، وقد فهمت كل الذي اقتصصتم وذكرتم، ومقالة جلكم، إنه ليس علينا إمام فأقبل، لعل الله أن يجمعنا بك على الهدى والحق، وإني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي. فلاحظوا العبارة، عبارة الإمام عليه السلام بعد هذه الكتب وبعد هذه الرسل، يقول: فإن كتب إلي أنه قد اجتمع رأي ملائكم وذوي الحجى والفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكم، وقرأت في كتبكم، أقدم عليكم وشيكا إن شاء الله. فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب
القائم بالقسط الدائن بدين الله الحابس نفسه على ذات الله والسلام. فيظهر أن الإمام عليه السلام غير واثق بعد مما كتبوا ومما أتت به رسلهم، فيريد أن يرسل مسلم بن عقيل ليرى واقع الأمر. حينئذ دعا الإمام عليه السلام مسلم بن عقيل ابن أبي طالب، فسرحه مع قيس بن مسهر الصيداوي وعمار بن عبد السلولي وعبد الرحمن بن عبد الله الأرحبي، وأمره بتقوى الله وكتمان أمره. هذه النقطة إذا سجلوها، وأمره بكتمان الأمر. فإن رأى الناس مجتمعين مستوثقين عجل إليه بذلك. فإن رأى، فأقبل مسلم حتى أتى المدينة فصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وودع من أحب من أهله ثم استأجر دليلين إلى آخره. حينئذ كتب مسلم بن عقيل رحمه الله من الموضع المعروف بالمضيق مع قيس بن مسر: أما بعد. هذا موضوع ما يهمنا الآن. يقول: فلما كتب مسلم بن عقيل رحمه الله من الموضع المعروف بالمضيق مع قيس بن مسر: أما بعد. هذا موضوع ما يهمنا الآن. يقول: فلما ثم أقبل حتى دخل الكوفة، فنزل في دار المختار ابن أبي عبيد، وهي التي تدعى اليوم دار سلم بن المسيب. وأقبلت الشيعة تختلف إليه. لاحظوا بدقة، هذا كله مقصود. المقدار الذي يهمني أنقله لكم وأقرأه وأعلق عليه، لأنه أريد الاستنتاج من هذه القضايا. كان الإمام عليه السلام قد أمره بالكتمان، واضح؟ لكن وصل دخل في دار من؟ في دار المختار، وهو شخصية كبيرة في الكوفة. وأقبلت الشيعة تختلف إليه، وهذا ينافي الكتمان. فكل ما اجتمع إليه منهم جماعة قرأ عليهم كتاب الحسين بن علي عليهما السلام وهم يبكون، ويبايعه الناس حتى بايعه منهم 18,000. حينئذ كتب إلى الحسين عليه السلام يخبره ببيعة الناس. وجعلت الشيعة تختلف إلى مسلم بن عقيل حتى علم مكانه واشتهر أمره، فبلغ النعمان بن بشير ذلك، وكان واليا على الكوفة من قبل معاوية، فأقره يزيد عليها. وسأقول لكم أنه نصبه على الكوفة قبيل وفاته. معاوية نصب النعمان قبيل وفاته على الكوفة. فصعد النعمان المنبر فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ولا تسارعوا إلى الفتنة والفرقة، فإن فيها يهلك الرجال وتسفك الدماء وتغتصب الأموال. إني لا أقاتل من لا يقاتلوني، أي كونوا على حريتكم، فافعلوا ما شئتم. تختلفون إلى مسلم، تجمعون الأموال، تشترون الأسلحة، وكل ما تفعلونه فأنتم أحرار. لا أقاتل من لا يقاتلوني، أي ليس هناك أي مضايقة من النعمان بن بشير لمسلم بن عقيل وجماعته
يأخذون البيعة للحسين عليه السلام فليأخذوا، يجمعون الأسلحة فليفعلوا، يختلفون إلى مسلم فليكن، يجتمعون ويبكون وإلى آخره. ليس هناك أي مضايقة وتضييق من النعمان ابن بشير على مسلم وجماعته. لاحظوا هذه قضايا أركز عليها لأني أريد الاستنتاج منها. إلى أن قام إليه عبد الله بن مسلم ابن ربيعة الحضرمي. يقولون كان هذا عينا من عيون يزيد في الكوفة ومن الحزب الأموي في الكوفة. عبد الله بن مسلم حليف بني أمية، فقال إنه لا يصلح ما ترى إلا الغشم، إن هذا الذي أنت عليه فيما بينك وبين عدوك رأي المستضعفين. جعل الحزب الأموي يعترض على النعمان تراخيه وتساهله في أمر مسلم وجماعته، وهم لا يعلمون أن هذه هي الخطة، أن هذه هي السياسة المدبرة. فقال له النعمان أكون من المستضعفين في طاعة الله أحب إلي من أن أكون من الأعزين في معصية الله. لاحظوا، يتظاهر بظاهر التقوى والديانة أنه يريد أن يكون مسلما مؤمنا، لا يريد الفتك بمسلم ابن عقيل وجماعته، وكأنه رجل عادل ومنصف وطيب ونزيه، والحال أنه من أشد أعداء أهل البيت. إنه كان عثماني الهوى، كان معاديا لأمير المؤمنين منذ اليوم الأول، وكان مع معاوية في صفين. لكن ما هذه المعاملة مع مسلم بن عقيل وجماعته؟ وخرج عبد الله بن مسلم هذا الحضرمي الذي هو حليف بني أمية في الكوفة، فكتب إلى يزيد بن معاوية أما بعد فإن مسلم بن عقيل قد قدم الكوفة فبايعته الشيعة للحسين بن علي، فإن يكن لك في الكوفة حاجة فابعث إليها رجلا قويا ينفذ أمرك ويعمل مثل عملك في عدوك، فإن النعمان بن بشير رجل ضعيف أو هو يتضعف، هذا هو الصحيح، أو هو يتضعف وهو مأمور بالتضعف. ثم كتب إليه أي إلى يزيد ذاك الآخر عمارة بن عقبة بنحو من كتاب عبد الله بن مسلم، هذا عين آخر من عيون بني أمية. ثم كتب إليه عمر بن سعد بن أبي وقاص وهو من تعرفونه، كتب إلى يزيد بنفس المضمون أنه النعمان بن بشير يتسامح ويتساهل مع مسلم بن عقيل، والكوفة الآن في قبضة هؤلاء. حينئذ فلما وصلت الكتب إلى يزيد دعا سرجون مولى معاوية فقال ما رأيك؟ هنا يظهر على المسرح سرجون، وإلى هذه اللحظة لم يكن اسم سرجون في البيت. هنا يظهر دعا يزيد سرجون، وسرجون كاتب سر معاوية ومستشار معاوية. سأذكر لكم موجز ترجمة هذا الرجل النصراني. فقال ما رأيك؟ إن حسينا قد وجه إلى الكوفة مسلم بن عقيل يبايع له، وقد بلغني عن النعمان بن بشير ضعف وقول سيء، فمن ترى أن أستعمل على الكوفة؟ قال يزيد وكان يزيد عاتبا على عبيد الله بن زياد وهو والي البصرة،
فقال له سرجون: أرأيت معاوية لو نشر لك حيا أما كنت آخذا برأيه؟ قال: نعم. قال: فأخرج سرجون عهد عبيد الله بن زياد على الكوفة وقال: هذا رأي معاوية، ومات وقد أمر بهذا الكتاب. فكان معاوية قد كتب العهد أي ولاية الكوفة لعبيد الله بن زياد بالإضافة إلى البصرة، كتب هذا العهد قبيل موته، وترك العهد عند سرجون على أن يظهره في الوقت المناسب. والآن هو الوقت المناسب لأن ينصب ابن زياد على الكوفة إضافة إلى البصرة. فجاء العهد من الشام إلى البصرة يحمله مسلم ابن عمرو الباهلي، ويأمره أي يأمر يزيد ابن زياد بأن يتحرك إلى الكوفة. كتب إليه: أما بعد فإنه كتب إلي شيعتي. لاحظوا هذه الكلمة، يزيد يقول: فإنه كتب إلي شيعتي من أهل الكوفة. ففي الكوفة شيعة ليزيد، فإنه كتب إلي شيعتي من أهل الكوفة يخبروني أن ابن عقيل بها يجمع الجموع ويشق عصا المسلمين، فسر حين تقرأ كتابي هذا حتى تأتي الكوفة فتطلب ابن عقيل طلب الخرزة حتى تثقفه فتوثقه أو تقتله أو تنفيه، والسلام. وهكذا ينتهي الأمر إلى الكوفة وإلى ولاية عبيد الله بن زياد على الكوفة. أما موقف النعمان بن بشير من مسلم بن عقيل وهو يرى بأم عينيه أنه يبايع للحسين، أنه يجمع الجموع، أنه يجمع الأموال، أنه يهيئ الأسلحة، كل ذلك يراه ولا يقول شيئا ولا يتحرك، بحيث أن الحزب الأموي يعترضون عليه ويكتبون بذلك إلى يزيد، ولا يعتني النعمان بن بشير بهذه الاعتراضات، ويبقى مسلم بن عقيل وجماعته يتحركون في الكوفة بكل حرية. فهل غضب يزيد على النعمان بن بشير؟ وهل اعترض عليه بشيء؟ تقول المصادر أن الوالي على الكوفة كان قبل النعمان بن بشير عبد الله بن خالد، فعزله معاوية وولى النعمان بن بشير، هذا بالأخبار الطوال. ثم ولى يزيد عبيد الله بن زياد على الكوفة بالإضافة إلى البصرة. لما ولاه على الكوفة أي ولى ابن زياد، يقول صاحب كتاب الأخبار الطوال، يقول: ارتحل النعمان بن بشير نحو وطنه بالشام. قال الذهبي: وكان النعمان بن بشير منقطعا إلى معاوية، وأنه لما عزل عن الكوفة ورجع إلى الشام ولي قضاء دمشق، فلو كان مخالفا للأوامر
لعوقب هذا الرجل. ولي قضاء دمشق، ثم ولي إمرة حمص مدة. وكان النعمان ابن بشير من أقرب المقربين إلى يزيد، وكان الرسول يزيد إلى ابن الزبير. وكان النعمان بن بشير كأبيه من أقطاب حركة النفاق منذ اليوم الأول، وكان عثماني الهوى. ومن كل ذلك نفهم أولا أن لنصبه على الكوفة من قبل معاوية قبيل وفاته سرا، وذلك السر ماذا؟ لقد كان مسلم ابن عقيل مأمورا بالكتمان، لكن النعمان بن بشير فسح له المجال ولم يتعرض له بشيء، فرأى أصحابه أن لا مضايقته، فجعلوا يتحركون بحرية، يجتمعون ويبكون ويأخذون البيع ويشترون الأسلحة. موجود هذا كله في المصادر. حتى إذا عرف الشيعة في الكوفة ورجالاتهم وأشرافهم وأصحاب مسلم على الخصوص عرفوا وظهروا وانكشف أمرهم، حينئذ يأتي ابن زياد ويسيطر على الكوفة بسهولة ويسر. وكان هذا دور النعمان بن بشير في قضية الحسين عليه السلام. هذا أولا. الثاني نفهم مما ذكرناه أن يزيد لم يغضب على النعمان بن بشير من موقفه، بل بالعكس كان من أقرب المقربين إليه وأعطاه الولايات والمناصب الكبيرة المهمة. وحتى أنه قام بمسؤوليته وبدوره بحيث أنه بقي حازما وصارما في موقفه الذي قام به، ولم يعتني باعتراضات المعارضين والمعترضين من أهل من بني أمية والحزب الأموي في الكوفة. حتى إذا جاء ابن زياد إلى الكوفة تمكن بسهولة من إلقاء القبض على الرجالات، فأول ما فعل أن قتل هاني بن عروة، ثم تمكن من القضاء على حركة مسلم بن عقيل بإلقاء القبض عليه سلام الله عليه، فاستشهد على يديه على ما هو مذكور في التواريخ. وحينئذ كتب إلى يزيد. أما بعد، فالحمد لله الذي أخذ لأمير المؤمنين بحقه. ولماذا لم يأخذ النعمان بن بشير بحق أمير المؤمنين عندكم؟ وكفاه مؤونة عدوه. أخبر أمير المؤمنين بتعبيره هو، أخبر أمير المؤمنين أن مسلم بن عقيل لجأ إلى دار هاني بن عروة المرادي، وأني جعلت عليهما العيون ودسست إليهما الرجال وكدتهما حتى استخرجتهما، وأمكن الله منهما فقدمتهما وضربت أعناقهما، وقد بعثت إليك برؤوسهما مع هاني ابن أبي حية والزبير ابن الأروح التميمي، وهما من أهل السمع والطاعة والنصيحة، فليسألهما أمير المؤمنين عما أحب من أمرهما، فإن عندهما علما وصدقا وورعا.
فكتب إليه يزيد: أما بعد فإنك لم تعد أن كنت كما أحب، عملت عمل الحازم. ولماذا لم يعمل النعمان عمل الحازم؟ وصلت صولة الشجاع الرابط الجأش، وقد أغنيت وكفيت، وصدقت ظني بك ورأيي فيك، وقد دعوت رسوليك فسألتهما وناجيتهما، فوجدتهما في رأيهما وفضلهما كما ذكرت، فاستوصي بهما خيرا، وإنه قد بلغني أن حسينا قد توجه إلى العراق، فضع المناظر والمسالح واحبس على الظنة واقتل على التهمة، واكتب إلي فيما يحدث من خبر إن شاء الله. وتلخص إلى الآن ما مجمله أن الكتب أقبلت من الكوفة إلى الإمام في المدينة أولا وفي حياة معاوية، وكان معاوية قد أوصى يزيد بأن لا يتعرض للإمام عليه السلام بسوء، لأن أهل العراق سيدعونه إلى العراق وسيقتلونه. فجاءت الكتب إلى المدينة، ووالي المدينة رأيتم كيف كان موقفه مع الإمام عليه السلام، حتى خرج الإمام من المدينة إلى مكة، وعرفتم كيف كان موقف والي مكة من الإمام، في حين أن موقفه كان من عبد الله بن الزبير كما عرفتم. والكتب هذه المرة أقبلت إلى مكة، والرسل إضافة إلى الكتب، حتى أرسل الإمام مسلم بن عقيل. في هذه الظروف النعمان بن بشير أعطى المجال الواسع لمسلم بن عقيل وأصحابه، في حين كانوا مأمورين بالكتمان، أعطاهم المجال فاغتروا وتظاهروا وجعلوا يتحركون بحرية، وعرفوا حتى إذا آن أوان القضاء على الحركة استبدل النعمان ابن بشير بابن زياد، والإمام عليه السلام في الطريق، والحر ابن يزيد الرياحي مأمور بأن يستقبل الإمام ب1000 فارس فيمنعه من الرجوع إلى الحجاز، ويحول دون دخوله إلى الكوفة، فيبقى في البادية والفلات. وهكذا كانت الخطة مدبرة مدروسة بأن يطارد الإمام عليه السلام من الحجاز ويطالب بالقدوم من العراق. وجميع القرائن والشواهد تؤكد هذا الذي استنتجته من القضية. وعليكم بالتأمل والتفكر، فإن كنتم موافقين لي فيما أقول فهو، وإلا فأنا الخطآن في هذا الاستنتاج والعصمة لأهلها، أو أنا المخطئ في هذا الاستظهار من هذه الأخبار، لكن هذا ما توصلت إليه. وفي النتيجة أستنتج أمرين أساسيين
إن قضية الحسين عليه السلام تنتهي إلى معاوية لأنه الذي ولى يزيد على رقاب المسلمين، ومن معاوية إلى من فوق معاوية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إن قتل الحسين بهذه الكيفية وبهذه الصورة الواقعة كانت خطة مدروسة مدبرة من معاوية بن أبي سفيان، ويزيد ابنه مأمور بتطبيق هذه الخطة، وقد حصل هناك تنسيق كامل مع الولاة، أي الوالي على المدينة ثم الوالي على مكة ثم الوالي على الكوفة، حتى يأتي دور الوالي الرابع الذي سينتهي الأمر إليه، وعلى يديه سيقضى على الإمام عليه السلام ويستشهد هو وأصحابه. ويبقى حينئذ أن ندرس الأمر الآخر المهم عندنا، وهو أنه من كان هؤلاء الذين كتبوا إلى الإمام عليه السلام، وهل كان الإمام عليه السلام عالما وعارفا بهؤلاء أم لا؟ ثم نستنتج من كل ذلك أن الذين قتلوا الإمام عليه السلام بكربلاء لم يكونوا شيعة بالمعنى الصحيح، لم يكونوا شيعة أهل الكوفة، وإنما كانت هناك خطة مدروسة مدبرة كما ذكرت لكم، وسيأتي التفصيل بحول الله وقوته في الفصول الآتية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا 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 لا، هو هذا الاشتباه. واحد منهم فقط استشهد مع الإمام وهو حبيب المظاهر. فانتظر سيدنا ذكرتم أمره بكتمان الأمر. مسلم رايح يهيئ إلى ثورة، شلون يكتب الأمر؟ يبدو أن كتمان الأمر ضد طريق مو بنفس الكوفة، وإذا إذا يصل إلى الكوفة ويريد يهيئ إلى ثورة ودول راح 100% يجروا يزوروه ويهيئون سلاح، كيف يكتب؟ كل ذلك ممكن، وحتى في زماننا الآن هذه الثورات التي تقع في البلاد كيف تقع؟ مع وجود الجواسيس، مع وجود العيون، مع وجود الدوائر الرسمية التي تسيطر على الوضع والأوضاع في كل مكان، مع ذلك تقع مؤامرات، تقع حوادث، تقع ثورات، تقع انقلابات. كيف؟ مأمور بالكتمان. مأمور بالكتمان، مع ذلك مع الكتمان يفعلون ويعملون. نعم. سيدنا ورد في جملة تقتله أو تسقطه أو تنفيه، تسلسل العبارات. احتمل يكون اختلاف النسخة، تصحيفات، احتمل اختلاف نسخة. سيدنا لا يكتب اسمه حالة عدم تخطيط، يعني هذه الحركة اللي صارت في الكوفة حالة ما مخطط لها، بينما الخط الأموي، خط يزيد، جماعة يزيد، عسكر يزيد عبر عنه، كان يخطط بدقة للقضية. الطرف الثاني رفعنا إمام جماعته، مع ذلك اكو حالة عدم تخطيط للقضية، كأنما يروح مسلم بدون مقدمات للموضوع، يعني المقدمات كانت بس الرسائل، وأرضية دولة الكوفة من أصحاب أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، وإلا يعني الطرفين يخططون. ثم هناك نقطة الآن في كتاب الإمام عليه السلام إلى مسلم أو لشيعة الكوفة ما قرأنا شيئا يدل على أمر الإمام لهم بالاستعداد للحرب أو للقيام أو لشراء الأسلحة أو لجمع الأموال كذا من هذا القبيل. أبدا لم نجد شيئا، لكنهم فعلوا كل هذا. يعني تخطيط من الإمام؟ ما أدري قلت لكم بالكتب بالخطابات أصلا ما كش يدل على هذا.
سيدنا ممكن هذا وكان يقتضي أن يقوم بهذه القضايا بخفية، كان يقتضي هذا بخفاء وكتمان بقدر الإمكان، لا أنه يتظاهرون بهذا الشكل حتى إذا جاء ابن زياد بين عشية وضحاها يقضي عليهم كلهم بين سجين وقتيل وطريد كما سنقرأ. فعلوا ذلك بأمر مسلم مولانا؟ ها؟ فعلوا ذلك جمع الأسلحة هذا بأمر مسلم بن عقيل؟ ما عندي دليل أنا لا على أنه بأمر أو لا بأمره، ما عندي بدون دليل ما أريد أتكلم. سيدنا ابن بشير في هذه جملته ولكن لا أقاتل من لا يقاتلني. أي بعدين السماح لهم بجمع الأسلحة والأموال هذه كلها يبدو يعني ما يعتقد أن ابن بشير كان يخطط أنه يعلم أنه لو سيطر الحسين أن يكون مع الحسين. صحيح هو عثماني الهوى، ولكن يعني ما يتوقع هو إذا كان يخطط في أي لحظة ممكن تصير ثورة دولة يجمعون سلاح وأموال، كيف إلا يقاتلوني الله أقاتلهم؟ ممكن في أي لحظة أن تنشأ. إذن يكون مقصر. وتعيين على إذن يكون مقصر، فلو كان مقصرا لأخذه ابن يزيد. يزيد من عيان على دمشق مو لأنه يريد يكرمه في مقابل عمله، أراد أن يشير إلى أنه العثمانيين معي، يعني ابن بشير معروف بعثمانيته ولذلك أنطى دمشق حتى لا يوحي للأمة أنه حتى ابن بشير ضده. لا، هالمقدار كان يكفي أن يقصيه على المناصب كمؤاخذة ليكون عبرة للآخرين. لو كان كذا لأكرم كل من عصاه بأوامره، هذا ممكن. أنا أقول لم تكن هناك منه معصية ليستحق المؤاخذة أصلا. يعني كان من الخطة هذا حتى الشوارع. هذا استنباطي أنا، نعم قد أكون أنا خاطئ لكن هذا استنباطي، لأنه كان منقطعا إلى معاوية انقطاعا تاما. النعمان بن بشير ابن بشير بن حضير اللي كان في السقيفة، اللي هو اللي خطط لبيعة القوم وفي السقيفة، وهو اللي أوجد الانشقاق بين الأنصار. سيدنا يفهم من حركة الطرف يعني مع يزيد ما كان يقدر يختار الإمام الحسين في محاولات الاغتيال، والمسافة من المدينة إلى كربلاء مسافة طويلة بحيث حتى من أرسل الحر كان الحر ممكن أن يقاتل الإمام، هو طلب منه أن يوقفه بالطريق. يعني لو كانوا قتلوا الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالطريق ما كان أحسن منهم تتحول هذه؟ لا ما كان أحسن لهم، لأن الأمر كان ينسب إليهم وهم ما أرادوا أن ينسب الأمر إليهم. كل محاولتهم هذه أرادوا أن لا ينسب أمر قتل الإمام عليه السلام إلى بني أمية وإلى الشام وإلى الحكومة والسلطة. كل الخطة هذه أنه يقضون على الإمام بحيث أن الإمام عليه السلام يأخذ عائلته معه، فيقضون على الإمام وعلى كل أهل البيت، وتكون هناك تصفية جسدية ولا يبقى من أهل البيت عين ولا أثر. يعني ممكن ولا تنسب القضية إليهم أصلا، تنسب لشيعته. يريدون أن ينسبوا القضية لشيعة أهل الكوفة ويتهمون الشيعة بذلك. نعم، لكنهم لم ينجحوا، وهذا بفعل الأئمة أهل البيت من السجاد عليه السلام فما بعد، وعقيدة أهل البيت سلام الله عليها في الشام، وهي التي فضحت القضية. لو سهل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدنا واقعا محضر وجود في محضر هذا المجلس الكريم والمحاضرة يعني واقعا فرصة من العمر، وولدتم على هذا الاستنتاج دقيق ولعله سوف يغير كثير من
الأبيات المطروحة سواء مكتوبة في أفلام شيعية أو أفلام سنية، ويعني واقعا حاليا الكتاب نسأل الله التوفيق لنا ولكم. ننظر إلى سيدنا. أولا أنا عندي كم سؤال. السؤال الأول: أنتم تعرضتم إلى خطة بني أمية وبالأخص خطة معاوية عليه لعنة الله للحسين عليه السلام وشيعته. يعني هو الحقيقة كان مقدر حجم الإمام عليه السلام، مقدر حجم الشيعة، ومقدر أنه لو ترك الحسين والشيعة لسحب البساط من يد معاوية ولانقلب كل شيء وعاد الأمر إلى أهله. وعدم المصلحة في القضاء على الحسين بالشكل الذي قضى به على أخيه الحسن عليه السلام. أحسنت. وهذا الأمر الثاني. والحقيقة السؤال الذي يفرض نفسه في هذا المجال يعني ماذا كان يخطط له الحسين عليه السلام ويفكر به؟ يعني معروف عند الشيعة أن الحسين بشهادته حفظ الدين. بل هو هذا الواقع. هو هذا. ولولاه لمات الدين. هو هذا. نعم. لأهمل ذكر الأنبياء. بالي. ولا أصلا على الله أن يبعث نبيا جديدا. فكيف ما هي هذه الضلالة التي صنعها معاوية والتي لولا عمل الحسين لمات الدين ولماتت معالم الدين ومعارفه؟ وماذا كان يخطط الحسين عليه السلام لإحياء دين جده؟ يعني هذا طبعا هذا خروج عن البحث. هذا يستدعي بحث مستقل، ولأنه موضوع مستقل وموضوع مهم أيضا، لأنه لابد وأن نعرف ماذا فعل معاوية وأصحابه والملتفون حوله من الصحابة والعلماء والمحدثين، ماذا فعلوا بالدين وكيف وقع التحريف في معالم الدين، بحيث لو أن الحسين عليه السلام لم يقم بهذا الدور الذي قام به لما بقي شيء، لما بقي أثر للدين، ولوجدنا دينا إن كان هناك ما يسمى بالدين شيئا جديدا محرفا يطابق نظريات بني أمية وحركة النفاق، وهذا ما كان يصبو إليه أسلاف يزيد منذ اليوم الأول. هذا يحتاج إلى بحث مستقل. سيدنا هو الحقيقة معاوية يعني ولو شوي نخرج عن الموضوع، ولكن معاوية استهدف أي شيء، استهدف ذلك الأمر الذي به تم الدين وتمت النعمة أو استعانة التحريم. يعني ولو سألنا سؤال خارج يعني شنو استهدف التحريم؟ شنو كان ما الذي استهدفه؟ لأنه نرى أن معاوية طرح شيئا لم يطرحه من قبل الخلفاء، لاحظوا من عدائهم الشديد لأهل البيت، وهو لعن علي عليه السلام والشيعة والأولاد وإلى آخره. فما هو الذي كان يرمي إليه معاوية من التحريف؟ يعني الأول والثاني والثالث لعله ما التحريف هو الهدف وليس وسيلة حتى يرمي بالتحريف شيئا. التحريف هو الهدف. التحريف هو الهدف، وكل ما كان يصنعه يزيد مما كتب في الكتب ونقلته الرواة من شرب للخمر وغير ذلك، كل ذلك كان يفعله معاوية، إلا أنه كان يتستر على ذلك. والستار المهم الذي غطى على كل ذلك كون معاوية صحابيا وكونه من الصحابة، هذا الشيء يستر كثير من الأمور، لأنهم أعطوا للصحبة وللصحابة قدسية، وبسببها كثير من القضايا والمشاكل تنحل. وهذا الفارق الأساس بين معاوية ويزيد، الفارق الأساس
بين معاوية ويزيد أن معاوية إنما نصب من قبل عمر بن الخطاب ثم عثمان، لكن يزيد لم ينصب من قبل أحد من مثل هؤلاء. وإن كنت أظن، وكما يقول بعض أساتذتنا، ظن المعي يقين أو ظن الحر يقين، وأظن والله العالم أن عبد الله بن عمر الذي يعبر عنه بعض النواصب يعبر عنه بشيخ الصحابة في ذات تلك الفترة، يعبرون عن عبد الله بن عمر بشيخ الصحابة. عبد الله بن عمر منذ الساعة الأولى بايع وسكت، بل حاول أن يسكت الآخرين أيضا كما تعلمون لابد. عبد الله بن عمر أظن أنه كان موصى من أبيه بأن يسكت لأفاعيل معاوية ويزيد، وأظن وإن أردت مني دليلا لا أجد الآن، لكنه ظن، وظن الحر يقين. والفارق الأساس هذا الفارق الأساس أن معاوية كان أولا صحابيا، ثانيا معاوية كان منصوبا من قبل أئمة القوم ومشايخ القوم. هذان الفارقان بينه وبين يزيد. يزيد بن معاوية لم يكن منصوبا من قبل أحد بهذا الشكل، وثانيا لم يكن من الصحابة، ولم يتمكنوا من جعل فضيلة ومنقبة له كما حاولوا أن يضعوا مناقب لمعاوية، وإن نص أكابرهم على أن معاوية لا منقبة له ولا فضيلة له، إلا أنهم يحاولون أن يدافعوا عن معاوية بالدرجة الأولى ثم عن يزيد. وسأذكر لكم بعض الكلمات الصريحة التي هي نص في أن الغرض من الحماية لمعاوية ويزيد هو الحماية عن الشيخين وعن السقيفة، وعبارات نص في هذا، وسأنقل لكم نص العبارات. سيدنا، ولكن دعوني أشكل على قولكم أن معاوية كان صحابيا. يعني المفهوم اليوم السائد عند السنة للصحابة حقيقة نشأ في القرن الثاني أو ما بعد القرن الثاني، والمفهوم الصحيح للصحابي هو صاحب الرجل أي الذي بلي هذا أيضا خروج عن البحث، لأنهم قرروا الآن واستقر رأيهم على أن الصحابي هو من رأى النبي أو رآه النبي وهو مؤمن أو وهو مسلم. هذا نشأ في القرن الثاني بعد. فليكن نشأ. على كل حال هذه الحالة هذه الميزة يعطوها لمعاوية وليست ليزيد. سيدنا ما تختصرون في الجماعة يعني سؤال يستقبلون سؤال بعد استقبل لا بعد يستقبلون سؤال. سيدنا السؤال ما هو سيدنا تفضل يستقبلون سؤال بعدين. لا تفضل السؤال سيدنا الأخير طبعا كان عندي سؤال آخر. سيدنا أول مرة نستقبل سؤال بعدين أنت سؤال دي بعد جماعة من يدرون هواية ما نسمع منهم بالسؤال طبعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤالي طبعا في بيت الإمام حفظه الله. أقول إن تاريخ ثورات الشيعية من بعد الحسين عليه السلام من ثورة زيد بن علي إلى الثورات التي قامت أيضا في اليمن
أول ثورة التوابين كانت لها طابع هو عدم الغدر أو الخيانة أو بذل الأموال وشراء الضمائر كما فعلوا بني أمية. وطبعا في هذه الحالة لا تنجح الثورة إذا لم تكن هناك مثل هذه الأعمال الدنيئة التي استعملها الأمويون. وكذلك عندما نتتبع قدوم مسلم عليه السلام إلى الكوفة، وعندما أمره هاني بحبس ابن زياد لم يفعل ذلك. يعني هذه الأمور هي التي كانت دائما كانت لم تنجح ثورة العلويين. سماحة السيد، أنا أقول يعني لماذا لم كان يطلب السن بالسن والعين بالعين كما فعلوا بني أمية من شراء الضمائر والقتل لهؤلاء الناصبيين؟ وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يتلخص هذا السؤال في أنه لماذا لم يستعمل الأئمة وخط الحق الطريقة التي كان أهل الباطل يستعملونها في باطلهم؟ الجواب عن هذا السؤال هو أن أهل الحق لم يكونوا يريدوا الحكومة بما هي حكومة، لم يكونوا يريدوا الدنيا، وإنما كانت الدنيا أو الحكومة لأهل الحق وسيلة للوصول إلى الإسلام، إلى خدمة الدين، إلى النجاة في الآخرة. وحينئذ لا يمكن طلب الدين وطلب الحق وطلب الجنة بالأساليب الباطلة من الغدر والمكر والكذب والخيانة وشراء الضمائر وإلى غير ذلك. هذا غير ممكن. هذا هو الفارق الوحيد بين فكر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وبين خط أعدائه منذ اليوم الأول. المناوئون لأمير المؤمنين ولخط أهل البيت منذ اليوم الأول استخدموا شتى الوسائل للوصول إلى مقصدهم وهدفهم، وإن كانت تلك الوسائل منهية عنها في الشريعة الإسلامية، بخلاف أهل الحق وبخلاف خط أهل البيت، فإنهم لا يريدون الوصول إلى حقهم بطريق باطل وبطريق ملتوي وبأسلوب منهي عنه في الشريعة الإسلامية. سيدنا سوف تتعرض الفصول الآتية إلى الذين اعتذروا ليزيد، والذين اعتذروا ليزيد فعله هذا، يعني الذين حاولوا أن يظهروا قتل الحسين عليه السلام ويلقوا في اللوم على أهل الكوفة وليس على يزيد السلام. لا على أهل الكوفة بل على شيعة الكوفة. نحن نقول أن أهل الكوفة كانوا وسيلة لتطبيق هذه الخطة، هذا لا إشكال فيه، وإن كان معهم من أهل الشام أيضا جماعة، لكن لا الشيعة في الكوفة. وفرق بين الكوفة وأهل الكوفة وشيعة الكوفة. وعندما نوضح لكم طبيعة المجتمع الكوفي في تلك الأيام سيتبين الأمر لكم بوضوح. سيدنا يسألون عن حميد بن مسلم وهو فكره من الإمام كتابه. حميد بن مسلم هذا المؤرخ شيعيا ليس شيعي، هذا المؤرخ الذي كان في واقعة كربلاء وسجل الوقائع، والظاهر أنهم يعتمدون عليه، الشيعة وغيرهم أيضا يعتمدون عليه.
السؤال عن الشيعي أو ما أدري الآن بالضبط، الآن ما أدري بالضبط، لكنه معتمد على ما ببالي. نعم سيدنا، إن شاء الله تتعرضون للجهود التي بذلت في إلقاء اللوم، أي عن طريق معرفة هؤلاء الذين كتبوا. الكتب كانت كثيرة، لكن الإمام منذ الساعة الأولى كان في ريب من هذه الكتب ومن أصحابها. ثم عندما فحصنا في الأسماء وجدنا حوالي 15 اسما فقط. ثم أردنا التعرف على هؤلاء، وجدنا الأكثر من الحزب الأموي وخوارج. سيدنا يعني الجدير بالنظر أن الصورة التي يصورها لنا أخبار أبي مخنف هي أنه أولا أن الإمام عليه السلام غير معصوم، باعتبار أنه حينما صار اليوم العاشر تذكر نصيحة ابن عباس وقال ليتني، سأتعرض إلى هذا إن شاء الله، سأتعرض إلى هذا إن شاء الله. وأيضا يلقي باللوم على أهل، يعني يلقي باللوم في قصته على أهل الكوفة. وأيضا الشيء اللي كلش يعني مهم طبعا أيضا يجعل المقتولين من جيش ابن سعد 80 نفر، يعني شخص بشخص، وهذا شيء سالم على بلي. والشيء الأخير والأهم من كل ذلك اعتماد مؤرخي العباسيين هذا الطبري والكتيب وغيرهم على أخبار هذا. بالأخر أنتم من جملة الذين يطعنون في أبي مخنف، ولا أريد أن أكون أنا المدافع عن أبي مخنف والسلام. الشيخ طبعا في كتاب الجمل ينص على عدم، فليكن. لست الآن أنا بصدد الدفاع عن أبي مخنف. هو مو قضية الدفاع وعدم، لأنه اليوم المنتشر يعني هو لا حصر الرواية ورواية الحوادث برواية أبي مخنف هذا غير صحيح أبدا. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.